هتاكل النهارده يا سويسي اول حاجه جمعه مباركه، ولا امك تخش الجنه لا تصلي على النبي. المهم بما ان النهارده الجمعه انا اجيب ب5 جنيه عند عمك نونو وروق عليا، واداني طبق بطاطس من تحت لتحت، قال له خد يا سويسي. قلت له حبيبي يا عم نونو. المهم يا جدعان انا جاي اتكلم في موضوع مهم. الناس اللي بتدفع في عقد العمل 15,000 يورو، انت بتجيبوا الفلوس دي منين؟ ما انت لو معاك 15,000 يورو هتجيب لك ميكروباصين 2 وتشغلهم على الخط اتوبيس، او تفتح بيهم مشروع، او تشتري بيهم 5 6 تكاتك وتشغلهم. ده معاك ايه؟ 900,000 جنيه جاهزين. عقد العمل ما بيتكلفش هنا بالظبط على الراجل 2000 3000 يورو. هو بيقوم جاي واحد مصري داخل في النص دفع للراجل 5 واخد ال10 في جيبه، يقوم جايب 5 6 من مصر، وبعد كده هو يهرب ولا يمدلك ولا يعمل حاجه وانت تضيع عليك فلوسك. فانت لو عامل عقد عامل مع واحد ما تدوش الفلوس بحالها الا لما تيجي هنا ايطاليا والراجل يجي يمضي معاك على الورق ان انت تستلم ورق، لا اما يغدر بيك ويقوم خالع على الدغري.